مرحبا بكم أعزائي المتابعين. في هذه الحلقة سوف أحقق حلمي وألعب ضد اليوتيوبر الأمهر في العالم في لعبة دريم ليج سوكر آيمينج. فقد قام ببث مباشر والآن دخلت لألعب ضده. ف يا أصدقائي، هو أفضل يوتيوبر في العالم، ورأيتم تشكيلته ليفل ماكس. كازيميرو فقط ليس ليفل ماكس لأنه ما زال يطوره. فلا تطالبوني بالفوز خاطر هو أصلا ماهر، يعني يمكن حتى أن يفوز على لاعبين يعني برو ماكس وبتشكيلة ضعيفة. فلا تطالبوني بالفوز، أنا ألعب فقط لأحقق حلمي، ولكن لما لا نفوز يا أصدقائي؟ حلمي أن ألعب ضد آيمينج، أفضل يوتيوبر في العالم. وأنا أصلا أتابعه منذ صغر سني، يعني منذ بدأ قناته، فشيء أسطوري. أوكي، سيسجل. الحمد لله. ولكن الانترنت أنتم لا تشعرون بها، ولكن الانترنت ضعيفة جدا يا أصدقائي، والله انترنت سخيفة. فلو خسرت فصحيح لأن أيمن يعني ليس خصما سهلا، ولكن كذلك بسبب الانترنت. وهو أيضا أظن أن الانترنت عنده سيء. تابعت جزءا من يعني المباشر، ورأيت أنه يتحدث عن الإنترنت كم هي سيئة، وأصلا جودة المباشر منخفضة جراء الإنترنت. أوكي، لا 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 لا. أوكي، لماذا العنف يا أيمن؟ لو أخذ رونالدو خاصته كرتا أحمر لضمنت أني لن أخسر وسأتعادل على الأقل، لأن رونالدو يا أصدقائي أوكي، ليه فان دايك خاصته مطور جدا، مطور جدا. لا أستطيع المقاومة أمام لاعب مثل فيرخل فان دايك طاقة 95. أوكي، لا 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 لا. والله أمزح، والله أمزح، لا أريد أن أفوز عليك. أوكي، شكرا. ليه؟ أوه. يا أصدقائي، أصعب خصم أواجهه في حياتي. انظروا الانترنت، الحمد لله انه ظهر لكم ان الانترنت ضعيفة، ولكن انا في تونس الانترنت عندي ضعيفة جدا، وهو كذلك في اولي الانترنت يا اصدقائي. وقف كورتوا بسبب الانترنت، واصلا الباس لكورتوا كان بسبب الانترنت. اوكي، كريستيانو رونالدو سجل عليه، قلت لكم لو انجلدت اليوم فبكريستيانو، ليتني سددت. لدي لو لعبت مرة أخرى ضد أيمن فسوف تكون النتيجة أفضل بكثير، لأني يعني نوعا ما هذه المباراة ألعبه. أنا لم أكن يعني أعرف أني سألعب ضد أيمن، فهو يضع الكود وينتظر الكود اف 28 دائما يضعها. فدائما إن أردتم أن تلعبوا ضد أيمن اكتبوا اف 28 واذهبوا تابعوا المباشر. عندما يقول سوف نكتب اف 28 سنلعب به هو، اضغطوا على بحث حتى تستطيعوا اللعب ضده مباشرة مثل ما فعلت أنا. فمباراة أمل فقط أن نستطيع التعادل، هذا ما أمله. طبعا التعادل كنز، الأسطورة فقط من يتعادل أمام أيمن. خصم قوي جدا، خاصة وبتشكيلتي التي ما زالت ليست مطورة، تعتبر ليست مطورة أصلا. أوكي، ليه؟ والله الكنترول يا أصدقائي، أنا دائما أقوم بمدرب اللياقة البدنية، ولكن يجب أن أقوم بمدرب يطور الكنترول والباس، لأني كنت لا أعرف أهميتهم، ولكن الآن صرت أعرفها. فلن أذهب بالعقلية الغريبة التي كنت أقوم بها. فسوف أجمع المجوهرات حتى أزيد عدد اللاعبين وأستطيع شراء لاعبين وبيعهم للحصول على يعني نقاط تطوير، وبتلك النقاط أستطيع تطوير لاعبيني، خاصة وأن هناك الكثير من اللاعب. أوكي، آسف يا أصدقائي لأن هناك الكثير من الإزعاج، لأني لا أعرف كيف أفسر لكم أين أصور الآن، ولكن في مكان سيء جدا. أوكي، لذلك تسمعون الكثير من الأصوات. أوكي، أي من يسلم علي شخصيا.
أوكي، دقيقة 76 ولن نفوز، فعلى الأقل نحافظ على هذه النتيجة، لأن نتيجة 1-0 مشرفة أمام اللاعب أيمن. أوكي، لا 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 والله أمزح يا أيمن. لا أيمن، يا أيمن، لا يا أيمن، لماذا؟ لماذا يا أيمن أمام المتابعين؟ إن كنت لديك 30,000 لدي 64 فقط يا أيمن. يا أيمن لماذا؟ أوكي، الآن سنلعب هجوم فقط، إما 10-0 أو 2-1، أو لأني يعني تسجيل هدف ضد أيمن يعتبر شيء أسطوري. أوكي، أوكي، ماذا فعلت أنا أصلا الآن؟ يعني مبابي يلعب كارتكاز. واو. آسف يا أصدقائي مجددا، لأنه دائما يقوم باللايف في وقت غير مناسب بتوقيته هو في الجزائر، وهو نفسه توقيتي في تونس، على الساعة 10 الآن، تخيلوا. أوكي، بلينغهام برا. أوه ليه يا أصدقائي؟ لماذا طالت؟ بسبب الإنترنت، والله الإنترنت تلعب مع أيمن هذه المرة، ولكن كذلك الإنترنت عندها سيء. هذا لا يعني أني لولا الإنترنت كنت سأفوز عليه، ولكن كانت المباراة يعني 60-40. ولكن أوكي، فلاهوفيتش رجل المباراة ورونالدو سجل هدفين. أوكي، خسرنا ضد أيمن، يعتبر شيء أسطوري. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإلى اللقاء.